استاد القاهرة بيتسع ل 74,100 متفرج. بدأ اللقاء وهيبقى على شمالنا منتخب مصر بالتيشيرت الأحمر والشورت الأبيض والدورة الأسود، وعلى يميننا منتخب بوركينا فاسو بطاقم أخضر فاخضر فاخضر. إن شاء الله بإذن الله. المفروض طبعا حافظوا في المعسكر. استلام من إمام يحطها حلوة على شمال تريزيجيه في العرضية. إمام المفروض مرة تانية والعرضية وهي وهوب ومعدية مش معدية. تتقطع مرة تانية في اليمين مردودة لمحمد صلاح وهوب. يا نهار أبيض يا نهار أبيض على ضربة الرأس. دي مش ضربة، دي مدحة. إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده؟ حطها مطرقة تريزيجيه جاي من ناحية الشمال زي الوحش. حطها قوية. يا عيني عليك يا تريزيجيه، يا لعيب يا كبير. ضربة رأس ايه دي؟ دي ضربة مدفع يا راجل. حلوة. لسه بنقول يا هادي. دخل تريزيجيه غير المراقب من ناحية الشمال. حتى بص خلي بالك، معدية الناس كلها. عدت مرة تانية في اليمين، وادي محمد صلاح من لمسة واحدة العرضية وداخل هوبا. يا نهار أبيض، جون عالمي والله جون عالمي. روعة تريزيجيه. يا عيني عليك يا لعيب. تريزيجيه يا تريزيجيه يا حتة مارون جلاسيه. روعة. هدف مبكر في توقيت مفيش أجمل من كده. حسام النهارده هادي ناحية اليمين. محمد هاني زيزو مرة تانية. تلاقي هاني داخل جوه وادي واحدة طويلة لكن غير منضبط. ترجع مرة تانية للمعلم. يا نهار أبيض. ده انت ليلتك فل يا تريزيجيه. يا عيني عليك يا تريزيجيه يا لعيب يا اللي بتلعب في الدوري التركي. ده انت مكانك يا ابني مش التركي. ده انت مكانك احسن مكان في العالم والله. روعة. الاولانية براسه والتانية برجله والتالتة هتبقى بايه يا تريزيجيه؟ النهارده ليلتك يا عمدة يا تريزيجيه. روعة. اتحطت حلوة. اللمة هوبا اشرب. والتانية في البعيدة. يا سلام. يا عيني عليك يا تريزيجيه. والله تريزيجيه بص لمه ازاي. ده الزبون راح في حتة ايه؟ ده راح يشرب شاي واخده لبره وطلع الزبون تورة ده لجوه وحطها بشماله وعلى البعيدة. الحق يا كليان. يا نهار أبيض. ليلة. ضربة حرة من مكان غير عادي. فاول لمنتخب مصر وتركيز أبو صلاح. زيزو هو تصويبه صوته. يتألق نيكياما لسه في خطورة لكن يمسكها في المرة الثانية بشكل ممتاز. محمد صلاح بإذن الله المباراة القادمة أمام غينيا بيساو هيلعب مباراته رقمية الدولية مع منتخب مصر. هذه التصويبة قوية من أبو صلاح ولكن فين؟ في نص المرمى في المكان وفي الزاوية اللي واقف فيها الحارس نيكياما. منتخب بوركينا فاسو 24 لاعب موجودين في القائمة كلهم من ناصر ديجيكا. لمسة مرة ثانية مهارة من توريه. قطعة ممتازة من عطية. لمسة على الشمال خطيرة. إمام منصب عليها. تريزيجيه عاوز يعدي على الفات ولكن تعدي وطلع بره وحكم اللقاء يديها ضربة ركنية لصالح المنتخب المصري. ولكن محمود تريزيجيه النهارده عامل عظمه في ارضيه الملعب. عدى فات والمطالبه بركله جزاء. ادي العاده. ادي امام عاشور وادي الباصه البينيه وادي الخطوط الجميله وادي على طول عرقله. ادي موجوده واضحه من الحارس على طول نيكياما. هو حكم اللقاء الكيني يا سيد. خلي بالكم من الاداء الجميع الموجود في اداء رجالتنا النهارده حتى لو في المباراه. امام رجله جامده. امام تصويبه صاروخيه. يا الله تعدت العبر. تصويبه صاروخيه غير عاديه. بوم ولكن تعدي في هذه المره بسلام وامان على مرمى منتخب الخير الافريقيه. ضربه المرمى الان لمنتخب بوركينا فاسو ولكن شوط اول ممتاز. شوط اول جميل. شوط الاول احنا لينا شخصيه في ارضيه الملعب.
لينا كيان كبير في ارضيه الملعب على اليمين. محاوله خطيره ستيف ياجو، لسه ياجو بصرانيه ناحيه وطاره، لسه محاوله، لسه مهاره فرديه، ولكن دفاع بقوه من تريزيجيه، لسه على طول تريزيجيه ولعب وطاره، عرضيه لبره خطيره، امام تعدي هو تصويب، ولكن الحمد لله طلعت بره بعيده عن المرمى. تصويبه صاروخيه بقدم يسرى غير عاديه بقدم اللاعب رقم 3 محمد ودراوجو، ولكن طلعت بره بعيده عن المرمى في المدرجات. دخلنا الان على الدقيقه الاولى، وحكم اللقاء حكمنا الكيني السيد بيتر وغيره ادانا دقيقتين وقت بدل ضايع. اشار ليهم الحكم الرابع وهو من لاعبي منتخب بوركينا فاسو. لمسه الامام تصل لسنغالي، على طول اللاعب سنغالي امام كره خطيره منطقه عرضيه، ولكن طلعت بره الملعب، وتبقى ضربه المرمى لصالح منتخب مصر. لازم نلعب. فاسو الان بيعمل 3 تغييرات الان في هذه المباراه. اعزائي المشاهدين، شوتيري بدا الان منتخب مصر على اليمين بالابيض، وبيلعب بثلاثه موجودين في خط الظهر كلها من ربيعه وحمدي فتحي وعبد المنعم. لمسه الامام تريزيجيه بعرضيه حلوه خطيره، استلام على الطرف اليمين تصل ابو صلاح، لسه ابو صلاح مع كوره بعرضيه خطيره جدا، ولكن تعدي. يا الله يا الله يا الله، عرضيه حلوه ولمسه، ولكن تعدي تلعب بره، وتبقى الركنيه الرابعه الان لمنتخب مصر. الشوط الاول منتخب مصر نسبه الاسحاقات اولى من عمره. الشوط الثاني على طول فاول بلمسه عرضيه عاليه خطيره قويه بعيده، لمسه خطوره بلمسه تعدي والدفاع، والهدف الاول. الهدف الاول لمنتخب بوركينا فاسو بقدم لاسينا تراوري المهاجم صاحب القميص رقم 2. لسه بتكلم، لسه بقول في تراجع في اداء منتخبنا مع لحظات اولى من عمر هذا الشوط. وضع على طول راسيه متابعه بلمسه موجوده قدم المهاجم لاسينا تراوري عشان منتخب بوركينا فاسو يسجل الان الهدف الاول، هدف تقليص فارق مع لحظات اولى من عمر الشوط الثاني. 1 بوركينا فاسو 2 منتخب مصر. هذا اللاعب لاسينا تراوري صاحب القميص ربيعه للهجمه، ابو صلاح مع الكره طويله قويه، مصطفى تترد ضربه كمان على طول نكياما منطقه قتله مصطفى براسيه، وعلى طول تعدي، وحكم اللقاء ما اداش حاجه. يعني حق نزول اكرم توفيق عشان يامن نص الملعب، وان هو يدافع كمان مع تريزيجيه في الجبهه اليمنى القويه بالنسبه طبعا لمنتخب بوركينا فاسو. كابتن حسام حسن اكيد طبعا زعلان متضايق. منتخب البوركيناوي مره ثانيه محاوله لمس دفاع على اليمين، تغطيه دفاعيه من ناصر دجيجا، على طول ناحيه احمد سيد زيزو عبد الملعب، صلاح باصه طوليه خطيره، التصويبه حلوه والصد يتالق كياما من تصويبه قويه بشكل ممتاز بقدم محمد هاني. يلا ان شاء الله نرجع مباراه، وان شاء الله نضغط ونسجل اهداف كمان وكمان في اللقاء. هذا محمد هاني ويمكن ده الاختبار الاول القوي في الشوط الثاني لمنتخبنا على مرمى الحارس نيكياما. وفي الدقيقه كام؟ في الدقيقه 68 من عمر اللقاء. محمد هاني وتصويبه وصده جيده من حارس لربيعه، عاوز عدى فتره ربيعه على الدايره، كره طوليه، محمد صلاح يبني الهجمه على اليمين تصل، انطلاقه الامام، حمدي باصه، هاني عرضيه، لمسه تعدي، يا الله يا الله، جمله حلوه بتحركات ايجابيه بعرضيه ممتازه بقدم محمد هاني. ولكن مصطفى يا مصطفى النهارده مصطفى لسه مش الفورمه، دي بتاعته اللمسه دي. واللاعب والنجم السابق محمد كوفي طبعا ياما لعب